على ما تريد في البطولات العالمية. هكذا يعبر بيكنباور عن أننا حققنا كأس العالم لأن لدينا أفضل الحكام. كرة توصل، يبقى يعني الحكم واخطاء التحكيمية جزء من اللعبة. كرة توصل على طول، محاولة، جول جول، الله! أحلى عودة يا روبن، أحلى عودة يا روبن. روبن بايرن، روبن بايرن يقدمه الآن. الله الله الله، أوه. يا سلام يا سلام على هذه الأجواء الرائعة والمفعمة بالحياة الآن في أليانز أرينا. خلاها كذا روبن، هوبا قال لطيح الأول، ويا حارس وين؟ اختار فين؟ حطها على يمينه، صعبة. وبعد مرور قرابة 36 دقيقة ينجح آريان روبن من إعطاء بايرن ميونخ أول الفوز العاشر لصاحب القميص رقم اليوم السادس على جدول الترتيب. أعطيتكم ترتيبهم على التوالي. عندنا محاولة قائمة للجهة اليسرى انطلاقا من كومان ينجح بالمرور ويمر ويعرض وتنحط. الله! أرتورو فيدال! الله 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 يا أرتورو فيدال، الله على وضع الكرة، وضعها وضع وبصورة هكذا. إذا الأمور يا شتوغر هذه معجزة. قال ذلك في الموسم الماضي، الفوز على بايرن بمثابة المعجزة. هكذا يظهر الأمر فعليا، وأرتورو فيدال يضع الكرة بصورة تغيرت من أمام الحارس من الدفاع، لكن في النهاية هي كانت تتخذ طريقها إلى المرمى. فيدال اللي أعتقد أنه من أقوى المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب للفيفا. ونزول الآن لخافي مارتينيز. خافي مارتينيز مكانا لبواتينج، التبديل الثاني للبيع. خافي مارتينيز الإسباني أيامه الآن. الله! سجل، هو عادة يفعل ذلك. روبرت ليفاندوفسكي بالتخصص. وافرح 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 يا سيدي، افرح. ليفاندوفسكي يسعد رومانيغر ويسعد الجميع ويسجل الهدف السادس له في شباك كولن. ينجح الآن. الله على الارتقاء، الله الله. شوف هوبا، وضعها براسه وسجل هدف. عادة هذا القناص يسجل بالراس. هدف جميل، ثالث أهداف بايرن ميونخ. خلص، تنفذ التغييرات بإشراك أوزاكو وهوزنز، والآن سفينتوك ركلة جزاء. نعم، بنالتي. ليفاندوفسكي ينجح بكسب ركلة جزاء الآن. شوف الانطلاقة، خلينا نشوف بنالتي. شوف قدم المدافع مارو السلوفيني، هو من تسبب بركلة الجزاء. قرر باعتقادي أنه سليم من فلوريان ماير. إذن لا بديل إلا أن تتكرر المواجهة الأخيرة، حتى وإن كانت الأخيرة في ملعب كولن، لكنها أمام هذا الرجل شتوغر انتهت بالأربعة. كانت 4-1 يا جوارديولا، الآن 4-0. كانت في أليانز أرينا في ملعب بايرن ميونخ، والآن هي في نفس الملعب. لا بديل عن الرباعية ولا بديل أن يسجل
توماس مولر حتى يرفع رصيد أهدافه إلى 10، والفوز العاشر لبايرن، والفوز رقم 1000 في البوندسليغا. كل شيء يبدو بهيا في أليانز أرينا للفريق البافاري، كل شيء مكتمل في عصرية مكتملة ورائعة لمحبي نادي بايرن ميونخ. هذا الأمر تم الآن عن طريق توماس مولر، وهذا يوقع أيضا على سجله التاريخي ليصبح لديه 59 فوز و3 تعادلات في اليوم الذي يسجل فيه توماس مولر. هذه إعادة لركلة الجزاء لليفاندوفسكي، وهكذا كان التقدم لتوماس مولر ليسجل 10 أهدافه، وبالتالي